إلى دكتور وائل. أستاذ خالد، هذا ثالث تحالف بعد التحالف العربي في اليمن والتحالف الإسلامي ضد التطرف. الآن تحالف جديد مع أمريكا تقوده السعودية. ما نتيجة هذه التحالفات؟ ما قدمت هذه التحالفات سوى أنها استغرقت موازنة البلد، أموال البلد ضاعت. دكتور خالد، في كتاب أميري لرئيس مجلس الوزراء السعودي يتحدث عن 250 مليون ريال استعدادا لاستقبال ترامب. بس استعدادات ترامب راح تكلف المملكة 250 مليون ريال يا دكتور. هل معقول هذا الكلام؟ هاي أموالكم، هاي أموال عربية إسلامية راح تقدر تنتهي تهدر. تفضل. 120 بليون دولار نهبت في عهد نور المالكي ولم نجد لها وجود على الأرض، لا تنمية ولا سلاح ولا استقبال ولا علاقات ولا أي شيء، ثم تتحدثون عن 220 مليون ريال لاستقبال 55 دولة ولإجراءات أمنية ولإقامة 4 قمم في مكان واحد. أنا لا أعرف عن صحة الرقم، ولكن عندما أقارن هذا الرقم الذي لا يمثل أكثر من 50 مليون دولار ب 120 بليون دولار فساد ونهب في خلال 8 سنوات فقط، أنا أعتقد المقارنة يعني لن تكون في صالح العراق. يعني المالكي صرفها خلال 8 سنوات، أنتم راح تصرفون رقم خلال سرقها في خلال 8 سنوات، ليته صرفها على البلد. اسمح لي، نحن نصرفها يعني على البلد. 8 سنوات العراق نصرفها في بناء، كان يصرف يعني رواتب موظفين وخدماء. لا، هذا تقرير الحكومة العراقية يا سيدي، ليس تقريري، يقول أنها نهبت ولم تصرف، هذا غير ما صرف على البلد. أرجو الرجوع إلى التقرير الذي صدر عن الحكومة العراقية الحالية. طيب، واضح أنه المملكة العربية السعودية دكتور وائل فاهمة خطواتها، فاهمة أين تتحرك، أين تنفق أموالها. لكن تعال فهمني جماعتنا اليوم بالعراقيين اللي لحد الآن يزيدون ضبابية.